نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، إن فيه إسماعيل بن رافع الأنصاري وهو ضعيف الحديث، فلا يصح هذا الإسناد، هذا ضعيف الحفظ لا يصح الإسناد. لكن لكثير من الحديث شواهد، نعم، كما في مسند أحمد وعند غيره، إنه لم تكن فتنة في الأرض منذ أن ذرأ الله ذرية آدم أعظم من فتنة الدجال. هذا لها شواهد، له شاهد هذا. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، كذلك هذا صحيح. وإن آخر الأنبياء وأنا آخر الأنبياء، هذا حق، وأنتم آخر الأمم وهو خارج فيكم لا محالة، ويخرج وأنا بين ظهرانيكم فأنا حجيج لكل مسلم يحاج الدجال ويقطع حجته لو كان النبي حي. نعم، ذلك النبي لم يعطى علم الغيب، ما قال أنا أموت قبل الدجال، شوف، قال إن كان وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. وإنه يخرج من خلة، أي من طريق، من خلة أي من طريق، من خلة بين الشام والعراق، فيعيث يمينا وشمالا. أرأيت كيف ينتشر في الأرض، يمسح الأرض، لا يترك الدجال مكان إلا وطأت قدمه، وسرعته عظيمة كما جاء في حديث كغيث استدبرته ريح، يعني سرعة عظيمة، ولا يترك مكان في الأرض إلا وطأه. وأمرنا النبي حين يظهر صلى الله عليه وسلم أن نفر عن فتنته ولا نواجهه، فإن واجهناه ولا محالة ولا بد يعني، فإنك تقرأ عليه الفواتح من سورة الكهف فتعصم من فتنته. فيعيث شمال ويمينا ويخرج في خلة بين العراق والشام، خلة بين العراق والشام طريق. وأمر النبي بالثبات، كان في مسند أحمد قال يا عباد الله فاثبتوا. فمما يعينك على الثبات 4 أو 5 أشياء. ما هي؟ أولا أن تكون موحدا لله، درست التوحيد، عبدت الله بالعقيدة الصحيحة على بصيرة، فدرست صفات الله كما في العقيدة الواسطية، يكون درست صفات الله في لمعة الاعتقاد، أي نعم، التوحيد إفراد الله بالعبادة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، 3 أصول، قواعد 4، تسلحت بالتوحيد والعلم به والعقيدة الصحيحة. هذا أول ما ينجيك من الدجال، معرفة صفات الله. الثاني معرفة ما ورد فيه لتحذره، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فإذا رأيته قبل الموت فهو ليس ربك، إن الله يرى بعد الموت. نعم. ثالث ما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه كافر. رابع أنه يخرج من خلة من بين الشام والعراق. خامس أن أحد عينيه أنه أعور، وأن ربكم ليس بأعور، وأن أحد عينيه طافية كالعنبة والأخرى عليها مثل الظفرة، وهو جفال الرأس أفحج القدمين، يدعي أنه ربنا ولا رب لنا إلا الله جل في علاه، لا إله إلا الله. نعم. وأنا آخر الأنبياء ويخرج. نعم. ثم قال يا عباد الله فاثبتوا، فإني أصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي، إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. هذا واضح. وأنه أعور، وأنا ربكم إيش ليس بأعور. آمل الأخ رجع هذا، ممنوع صار توزيع المياه هنا، رجح البقالة جزاك الله خير، ممنوع توزيع المياه، كل واحد عنده مياه يخرجها فورا، بارك الله فيكم، لا تصطحبوا المياه. طيب. وإن يخرج من بعدي فكل امرئ حجيج نفسه والله خليفتي على كل مسلم، إلى أن قال وإنه أعور وإن ربكم ليس بأعور.
هذا كله في ابن ماجه وله شواهد. وإنه مكتوب بين عينيه كافر، هذه اللفظة اللي هي كافر تراه يقرأها كل مؤمن، كاتب أو غير كاتب، سبحان الله. نعم. وإن من فتنة أن معه جنة ونار، معه كما مر معكم في صحيح مسلم نهران، نهر من جنة ونهر من نار. طيب ماذا تصنعون مر معكم في مسلم إذا كان نهر النار؟ تغمض عينيك وتطأطئ رأسك تشرب تلقاها عذب زلال لا نار فيه. أي نعم، هذا من فضل الله على أهل الإسلام، فضل الإسلام أن النبي نبأك ماذا كيف تصانع الدجال، كيف تصنع معه في فتنته، فتستفيد من سلاحه. في هذا الاستفادة من أسلحة إيش؟ العدو، لأنه معه نار. ومع ذلك إذا النبي بين لنا كيف نستفيد من هذه النار، نهر من نار، أن تأتي تغمض عينيك تعطئ رأسك فتجده ماء زلال لذة للشاربين. سبحان الله رب العالمين. وإنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب أو غير كاتب. طيب وإن من فتنته أن معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار، فمن ابتلي بناره فليستعذ ويستغث بالله وليقرأ فواتح الكهف. على كل حال فواتح الكهف تعصم من فتنته فتكون عليه بردا وسلام كما كانت النار على إبراهيم. طيب ومما صح أيضا في هذا أنه يفتن أعرابه فيقول أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه. شوف الفتنة كيف، شوف الفتنة كيف. إيش يوجد في هذا العصر يشبه هذا من فعل المشعوذين السحرة، يأخذون عليه تذاكر ويكسبون أموال طائلة. لا فعل السحرة. لأن هذا الرجل قال أحيي لك أبوك وأمك، فطلع مثل له شيطانان بالضبط مثل أبيه، مثل ضحكته ومثل كلمة أبيه وكل شيء. فواضح يقول هذا أبي، يا ولدي اتبع هذا الرجل اتبع هذا تراه إلهك. فتنة عظيمة. ما الذي يشبه في هذا العصر فعل هذا الكافر مدعي الإلهية؟ خلينا نشوف الأخ. لا وش المهرجانات؟ استعانتهم بالجن وإحضارهم من نفس الشخص أبوه وكذا. وش اسمها هذه؟ هذه السحر. وش يسمونها الآن هذه؟ تحضير الأرواح. يقعد في غرفة مظلمة مكان كذا يعني فيه يمكن منور شوي، ما يقول له طلع والده، وأعوذ بالله أبوه صحيح. هذا جن يتمثل بأبيه. فهذا الرجل ما أحيا أبواه. هذا الدجال الكافر المدعي للربوبية إنما تمثل لأبويه شيطانان كأبويه، تصور بصورتهما. حتى في عهد ابن تيمية أظن قال شفناك في الحج فقد يتمثل الشيطان بصورة إنسان. أخ لي شقيق قال نزلت في بيت مهجور، طبقة مهجورة ما حد يسكنها، بدأ له أن يذهب، تعرف الشباب الله المستعان. دخل قال فوجدت في مطبخ ذلك البيت جدتي كما هي، فنظر واستغرب إيش جابها هنا، فقال جدتي، فمرت بجانبه فقط، لما قربت منه قالت أن ليست جدتك ومشت. كانت جنية لا شك. فعندهم قدرة على التمثل.
فهذا يسمى اليوم تحضير الأرواح، يأخذون تذاكر باهظة، يحضر لك أبوك وأمك من قبر $6000 كم يأخذون. نعم هذه يعني تلعبون بدين الناس وهذا باطل. ثم قال أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك، وإن فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها وينشرها بالمنشار حتى يلقي شقتين ثم أو يلقى شقتين ثم قال انظروا لعبدي هذا، شوف يقول عبدي فإني أبعثه الآن، ثم يزعم له رب غيري فيبعثه ويقول له الخبيث من ربك؟ فيقول ربي الله وأنت عدو الله أنت الدجال. هذا رجل من بني تميم، أشد الناس على الدجال بنو تميم، الله المستعان. نعم، وهو أفضل الناس حينئذ ذاك الوقت